الذي رواه مسلم في صحيحه أن أهل الجاهلية وأن اليهود كانوا يعظمون يوم عاشوراء ويصومونه، وذلك أنه يوم نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأهلك الله تعالى فيه فرعون وقومه، فكان أولئك يصومونه تعظيما له وشكرا لله عز وجل على أن أنجى الله تعالى موسى وأهلك فرعون. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك قال نحن أحق بموسى منكم، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، وصيام يوم عاشوراء يقول عليه الصلاة والسلام إني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ألا يشابه الكافرين، لا أهل الأوثان وعباد الأصنام ولا أن يشابه الكافرين من اليهود والنصارى، فأمر صلى الله عليه وسلم بصيامه وقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني أصومن التاسع والعاشر. فينبغي على الإنسان أن يحرص إما أن يصوم يوما قبله التاسع والعاشر، أو يصومه هو العاشر ويصوم يوما بعده 11، أو يصوم 3 أيام. ينبغي على الإنسان أن يحرص على ذلك وأن يحرص أولاده وأهله على صيامه.